عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كده تكونوا كويسين وبخير وبأحسن صحة وبأحسن حال. ربنا يخليكوا ليا يا رب وما تحرمش منكم ابدا، وتسلم ايديكم اللي بتكتب لي الكلام الجميل دوت. والله يعني ربنا يخليكم وما تحرمش منكم ولا من دعواتكم الحلوة، ويجازيكم بالمثل وزيادة. اللهم امين يا رب العالمين. ربنا يبارك لكم في صحتكم وفي اعماركم وفي حبايبكم. اللهم امين يا رب العالمين. النهاردة ان شاء الله احنا مع بعض. طبعا انا بس كنت عايزة اوفيكم حقوقكم يعني قبل ما ابدأ الفيديو، واشكركم ربنا يخليكم يا رب، وشكرا ليكم وشكرا على كلامكم الجميل. النهاردة ان شاء الله احنا مع بعض في قناة اوريجينال للاكسسوارات. هرد على شوية اسئلة انتوا سأليني فيها بخصوص الفرق بين الستانلس والذهب الصيني والالمونيا، وهعرفكم وهوريكم النهاردة كل حاجة، وهنتكلم في كل حاجة تخصهم، لان انا سألت في الموضوع ده كتير فقلت لازم اعمل لكم الفيديو ده النهاردة ان شاء الله. بس اتمنى ان الفيديو بتاعنا يعجبكم، ولو انتوا لسه اول مرة تشوفوا القناة بتاعتنا ما تنسوش الاشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم مننا كل جديد. وكمان بأكد على حتة تفعيل الجرس، وحبايبي اللي معانا في القناة يا ريت يرجعوا يفعلوا الجرس من جديد. هتلاقوا كده تحت الفيديو علامة جرس، دوسوا عليها تاني، لان في كتير قالوا لي ان يعني ما بيجيلهمش اشعار بالفيديو اول ما بنزله، فمعلش يعني هتعبكم شوية ان انتوا تفعلوا الجرس تاني عشان يوصل لكم الفيديوهات اشعار يعني بالفيديوهات بتاعتنا. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك للفيديو. حبايبي وعيلتي الجميلة ما ينسوش اللايك الجميل بتاعهم ودعوتهم الحلوة اللي تعودنا عليها. في البداية هنسمي الله ونصلي على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة بقى زي ما اتفقنا وقلنا احنا هنتكلم وهوريكم بقى اشكال الذهب الصيني والفرق بينها وبين الستانلس والألمونيا، ويعني كل حاجة هنتكلم تخصهم هنتكلم فيها. اول حاجة انا عايزة اوريكم بالنسبة مثلا للستانلس. في يعني انا مثلا واحدة من الناس بفضل للألمونيا، وبحب برضك هو الستانلس جميل. يعني انا هوريكم حاجة، السلسلة دي يعني انا ما كنتش قلت لكم انا لسه ما جربتش الستانلس، وما كنتش عايزه اعمل لكم ريفيوهات الا لما نجرب الستانلس. انا فعلا جبنا السلسله الستانلس دي، جبتها من الصفوه. دي بيبيعها الدستة ب120 جنيه، القطعه ب10 جنيه. طبعا بيبيع فرداني، بس الفرداني طبعا معرفش سعرها قد ايه. بصوا بقى، عايزه اوريكم بقى، يعني احنا مش في قصتنا النهارده ان انا اقول لكم بكام، لا، انا النهارده موضوعي ان انا عايزه اوريكم الفرق. على فكره السلسلة دي ستانلس، عايزة اقول لكم هي بتاعت بنتي. هلكاها فوق ما تتخيلوا، شاور، صابون، بيرفين، اي حاجة تيجي في دماغكم، اي مواد كيماوية الصراحة استعملتها عليها بجد. يعني الصراحة اقول لكم يعني هي بجد كل حاجة استعملتها عليها. زي ما انتوا شايفين دي جديدة، بصوا بقى دي جديدة، دي السلسلة اللي بنتي هلكاها، ودي السلسلة الجديدة. بصوا الاتنين لو انتوا شايفينها اهو، هي يعني ممكن تحسوها طافت سنة، لكن اللون الصراحة ما غيرش. طبعا انا ما كنتش برضه ادي رأيي في الستانلس الا لما اجربه. ودي حتة انتوا اتعودتوا عليا ان انا لازم اكون صريحة معاكم. فعلا بنتي بقالها مثلا شهرين تقريبا لابساها، هلكة هلكة هلك، بجد هلك فوق ما تتخيلوا، ما حصلهاش اي حاجة. بس ميزة بقى في الستانلس، يعني انا مثلا واحدة من الناس ان انا هو يعني بحب الالمونيا لسبب واحد. الستانلس حلو كل حاجة، بس يعني انا في شغلي انا بحب اطلع اسعار رخيصة شوية. لكن لو انا مثلا في قطع، يعني انتوا حتى شفتوني ان انا في حاجات طلعتها ستانلس، بس دي بتطلع سعر اعلى. فلو انتوا عايزين حاجة تكلفتها تكون قليلة خليكوا في الالمونيا. بس في حاجة في الالمونيا، يعني انا عايزه اقول لكم الالمونيا ده ارفع نوع سلاسل الالمونيا، تمام. بصوا بقى الفرق في الستانلس والالمونيا. الستانلس تحسوه اشيك، تقدروا تعملوا منه، يعني لو انتوا مثلا جايبين بقرة بالبقرة، جايبين سلاسل فرداني كده حلو قوي. عايزه اقول لكم حاجه، انتوا ممكن تروحوا تجيبوا سلسله زي دي كده مثلا، وتعملوها مثلا زي انسيالات، وهيبقى مكسبكم حلو قوي فيها. سلسله مثلا ممكن تطلع لكم حوالي 3 انسيالات مثلا ولا حاجه.
دي فكرة ممكن تعملوها منها. السلسلة الستانلس حلقاتها رفيعة، بس يمسكوا كده شدوا، لا ماسكة نفسها. لكن تعالوا بقى للألمونيا. الألمونيا حلوة وكل حاجة، بس تعالوا بقى لو شدته واستعفته كده اهي اهي اتقطعت. بس طبعا انا بتعامل مع الزبون، والزبون مش هيشدها عشان يقطعها، بس انا حبيت اوريكم ان انت لو شدتي دي هي فعلا بتبقى ضعيفة، ان هي ممكن تتقطع كده. بس طبعا احنا زي ما بنقول احنا مش هنقطعها ومش هنشدها واحنا بنشتغل، فبعمل الشغل بيها لان انا بحبها، سعرها رخيص، بقدر اطلع القطعة بتاعتي رخيصة. لكن بصوا الاستانلس انا بشدها فعلا جامد، لا ما بتتقطعش بكل سهولة زي الألمونيا. ده الفرق بين اللي هي مثلا، يعني انا لو حبيت اجيب. تاني حاجة ان الألمونيا زي ما بقول لكم ده ارفع حاجة فيها، ده ارفع شكل في الألمونيا ده. لكن الاستانلس الشكل الرفيع بتاعها زي ما انتوا شايفين بجد تحسوه اشيك بكتير. بس طبعا كل حاجة وسعرها. تمام. هوريكم بقى كمان في نوع تاني من السلاسل الألمونيا اللي هي اعرض شوية. انا بحب الصراحة اجيب دي. ليه؟ الرفيعة دي شيك وكل حاجة، بس طبعا مش زي الستانلس، بس شيك وكل حاجة. انا بتكلم بالنسبة لسعرها، لان المتر بيقف معايا مثلا ب4 جنيه. حلوة وكل حاجة وشيك، بس زي ما اتكلمنا رفيعة وضعيفة. دي ضعيفة برضك، بس يعني ماسكة نفسها شوية. يعني بصوا بشدها هي ما بتتقطعش بكل سهولة زي التانية. فانا الصراحة عن نفسي انا بحب اشتغل بالموديل ده من السلاسل الالومنيوم. تاني حاجة لما اجي تجيبي السلاسل الالومنيوم تجيبي الشكل ده، قولي له انا عايزه الشكل ده، خديها سكرين شوت وقولي له انا عايزه ده. ما تجيبيش السلسله المدقوقه. السلسله المدقوقه هوريكم مثلا العريض بتاعها بيعمل ايه، وده اللي بيخليني اقول لكم ما تجيبوش السلسله المدقوقه. لو انت جايه تعمليها سلسله وبتعمليها كده، بصوا هتحسوا في حاجه. بصوا بيحصل ايه، ما بتبقاش سلسه معاكم. بصوا تنت ازاي وعملت ازاي. بصوا انتوا فاهمين قصدي. ما بتبقى بتحسوا انها بتعمل حاجه غريبه، يعني مش بتبقى سلس. بصوا اهي، هو ده اللي انا قصدي عليه. ممكن وانت عاملاها سلسله تلاقيها تعمل كده، بتقعد تعمل حاجات غريبه مش طبيعيه يعني اهو. ما بتديش اللفه اللي انا بتكلم عليها. بصوا دي بقى حتى الرفيعه على فكره اللي زي دي المدقوقه بتعمل نفس الحركه. بصوا بقى دي ما فيهاش اي حاجه، بتروح وبتيجي معاكم من تحت، ما فيهاش اي حاجه اهي، سلسه معاكم. فهمتوا قصدي ايه؟ فلما تيجوا تجيبوا هاتوا النوع دوت من السلسله الالومنيوم، ما تجيبوش المدقوقه ولا تجيبوا النوع دوت من السلسله، لان فعلا انا يعني مش بحبه. انا عن نفسي مش بحبه. هو حلو جامد وكل حاجه، يعني انا ده برضك انا قصدت اوريكم النهارده انواع في الالومنيوم عشان اوريكم برضك حاجات وعيوب وكل حاجه تخص الموضوع بتاع السلاسل الالومنيوم والستانلس. بلاش النوع دوت. حلو وكل حاجه كشكل، لكن بصوا مش ظريف في الشغل زي ما بتكلم معاكم كده بكل صراحه. بصوا عايزه اوريكم حاجه. الالومنيا مثلا حلوه جدا في حاجه انها ما بتغيرش لون ابدا ابدا ابدا. بصوا القطعه دي انا عايزه اقول لكم بقالها سنين معايا. دي السلسله الذهب المعدن العاديه، بصوا لونها غير ازاي. دي المعدن العاديه. حتى الخرز لونه غير، الكفر ستوبر، المعادن كلها غيرت. بصوا السلسله الالومنيا زي ما هي، حصلش فيها اي حاجه والله، كانك لسه عاملاها جديده اهي. دي قطع معايا بقى لها سنين. بصوا برضك اهي لونها غير، اللعبة غيرت كل حاجة الا السلسلة اهو. انا قصدت اوريكم عشان اوريكم ان السلسلة الالومنيا عن صدق زي ما بقولها لكم على طول ما بتغيرش لون، مهما عملتي فيها ما بتغيرش لون. جربت السلسلة الستانلس برضك جميلة وشيك وكل حاجة وما بتغيرش لون، بس هي عيبها انها اغلى شوية. فلو انت عندك استعداد تعملي شغل عالي شوية، او انت زباينك وبيحبوا الحاجات الرفيعة دي وبيحبوا ان الشغل ممكن ياخدوه منك بسعر عالي شوية، خليكي في السلسلة دي حلوة جدا. لكن لو انت زي سعرك بتطلعي حاجات اسعار جملة وحاجات رخيصة، خليكي بقى في اللي هي الالومنيا دي. بس ابعدي عن السلسلة الرفيعة قوي من الالومنيا، يعني حاولي تبعدي عنها لان زي ما بقول لكم ضعيفة جدا. في برضك دوت من السلسلة الالومنيا دي تحفة. كل لما السلسلة الألمونيا بتعرض شوية كل ما بتبقى ماسكة نفسها أكتر. يعني بص ده ماسك نفسه جدا على فكرة. دي ألمونيا اهي، واخدة كأن فيها شغل ليزر، جامدة جدا وحلوة جدا جدا وشيك جدا في الشغل، ما بتغيرش لون. الألمونيا زي ما أنا بقول لكم ده انتوا تاخدوه وانتوا مغمضين. لو انتي هتعملي حاجات وموديلات بالشغل العريض وحاجات بسلاسل عريضة وحاجات كده، خليكي في الألمونيا تمام.
وخصوصا ان هي سعرها حلو وشيك وفي نفس الوقت رخيصة. لو انت حابة تعملي سلاسل رفيعة وحاجات رفيعة وحاجات كده برضك، وليكي في حابة الاستانلس وزباينك ما بيحبوش الألمونيا، الاستانلس تحفة اهي، ولونها فعلا ما بيغيرش زي ما قلت لكم. طب بالنسبة للدهب الصيني هوريكم برضك انسيال، ده ستانلس برضك، بنتي هلكاه برضك، بصوا كأنها لسه جايباه جديد، حصرش فيه اي حاجة. انا بنتي يعني الصراحه مدمنه اكسسوارات، بس زي القرع طلعت لبره، راحت تشتري ستانلس من بره وسابت مامتها يعني. بصوا بقى، عايزه اوريكم الدهب الصيني، ده دهب صيني. الدهب الصيني حلو وكل حاجه، وبالعكس هو ارخص شويه من الستانلس. دي سلسله مع بنتي بقالها على فكره كذا سنه، سلسله نضاره. هي احيانا بتعملها وتلبسها كسلسله عاديه، بس في الغالب سلسله نضاره. تمام، هي حتى الجلده بتاعت النضاره دي هي محافظه عليها معاها بقالها مثلا فوق ال3 سنين. بصوا زي ما هي، ما حصلهاش اي حاجه. دي اللي ستانلس جنبها اهي، بصوا اهو. ده الفرق بين لمعة الستانلس والدهب الصيني عشان تاخدوا بالكم. وبعدين في حاجة عايزة هقول لكم عليها دلوقتي برضك بالنسبة للستانلس. بصوا تحسوا ان الستانلس اجمل منها ازاي، لمعته وشكله اجمل ازاي، تحسوه قريب من الدهب عكس الدهب الصيني. بصوا لونه فاتح عنه شوية. ده في حاجة هو برضك لو حافظت عليه حلو جدا، لكن لو ما حافظتيش عليه هيبقى بالمنظر ده، هوريهولكوا. يعني لو انتي الدهب الصيني حلو برضك وكل حاجة، بس لازم تحافظي عليه عكس الستانلس. يمكن الستانلس لو هلكتيه شوية لبستيه مثلا وانتي بتاخدي شاور من غير ما تقصدي مش هيحصل له حاجة، لكن الدهب الصيني مع الهلك والبرفيوم وكده بيحصل له كده، تلاقي لونه يبدأ يغير. هي شيك الصراحة وكل حاجة، يعني انا عايزة اقول لكم دي بنتي هلكاها فوق ما تتخيلوا برضك الصراحة. آه بس زي ما انتوا شايفين كده اللون بيغير شوية، وفي فرق بينها اهو وبين الستانلس جنبيها زي ما انتوا شايفين. اوريكم بقى لو برضك دهب صيني وحافظتوا عليه هيقعد معاكم برضك اهو، ده دهب صيني لو حافظتوا عليه هيفضل معاكم زي ما هو. انا حابة اقول لكم النهاردة ايه بقى، ان انتوا الالمونيا حلو، الستانلس حلو، الدهب الصيني تمام شغال. بس في حاجة، لو انت زي ما قلتها لكم شغلكم بتحبوا تطلعوا حاجات مش غالية هتخليكي في الالمونيا. لو انت حابة تشتغلي بحاجات وتكون الحاجة ماسكة نفسها، حاجات رفيعة كده وماسكة نفسها، حلوة قوي الستانلس، ده الستانلس. لكن الصراحة هم كلهم كويسين. الدهب الصيني كويس وكل حاجة، بس عيبه ان انت لو ما حافظتيش عليه مع البرفيوم مع الشاور والحاجات دي لونه بيغير. هوريكم بقى حاجات برضك، يعني برضك سلسلة دي ألمونيا برضك لونها حلو قوي وما بتغيرش، ودي بستخدمها في الشغل وكلها برضك شيك جدا، حلوة قوي برضك في الشغل. هوريكم بقى موديلات. وفي فرق حاجة انا عايزة اقول لكم عليها، في فرق في ده ستانلس تقليد، خلوا بالكم عشان في ستانلس مضروب، دي تعرفوها ازاي؟ حاولوا تجيبوا من محلات موثوق منها. يعني انا في محل لو حد عايز الرقم انا كنت مصوره، يعني مصوره لكم الكارت بتاعه حطاه، وانا كنت شاريه حاجات منه. لو حد عايز الرقم بتاعه يقول لي وانا هبعت له الرقم بتاعه. هو في حاره اليهود، حاجته الصراحه تحفه. هوريكم بنتي جابت دي ستانلس تمام ماشي اهي. هوريكم بس عشان تعرفوا ان الستانلس برضك لو نوعه مش حلو يعني لو جبت حاجة مضروبة لونها مش هيبقى حلو وهتغير. بصوا الفرق بين الستانلس الاصلي والستانلس المضروب. بصوا دي شكلها حلو قوي، بصوا زي ما انتوا شايفين الفرق. الستانلس المضروب بيقعد شوية، بس مع الوقت لونه بيغير مع الاستعمال. هو مش هيبيض، بس بصوا لونه بيغير، لونه بيغير شوية عكس الستانلس النظيف لونه مش بيغير. وزي ما قلت لكم لو انتوا عايزين رقم المحل قولولي انا هبعتهولكم. دي ستانلس اصلي، بصوا شكلها حلو قوي. دي ستانلس برضك اصلي، بصوا تحفة تحفة، يعني بجد تحفة قوي. بصوا الفرق اهو، اللون زي انتوا معرفش يعني هو مش واضح قوي في الفيديو، بس هو لو ما يعني انتوا لازم تجيبوا الستانلس من محلات ثقة، يعني ما تجيبوش من اي حد. لو عايزين سلاسل زي اللي بقول لكم دي موجودة في الصفوة، والصراحة السلسلة تحفة وجميلة. طب بالنسبة بقى لو غوايش او اساور دهب صيني مع الهلك لونها بيعمل كده اهي.
فالدهب الصيني بيبقى ارخص وكل حاجة، بس مع الهلك لونه بيغير كده زي ما انتوا شايفين، عكس بقى الاستانلس. بصوا تحفة بجد، يعني ما بيغيرش. انا عايزة اقول لكم والله انتوا تشوفوها في اللبس هي كأنها لابسة اسورة دهب، وحاجة فخمة وحاجة شيك، وبجد تحفة، وسعرها متهاود وسعرها جميل جدا. بصوا الدهب الصيني جنبها باين قوي ان هو في فرق. برضك اهو بين الاستانلس، حتى الاستانلس المضروب احسن من الدهب الصيني في الحتة دي. فزي ما بنقول الدهب الصيني حلو وكل حاجة، بس لونه بيغير مع الاستعمال ومع عدم الاهتمام. كل ما تهتمي بيه وتحافظي عليه هيعيش معاكي اكتر. حد هيقول لي طب انا زي ما بقولتها لكم كررتها كذا مره، حد هيقول لي وسالت كذا مره، طب انا اجيب استانلس ولا اجيب المونيا ولا اجيب دهب صيني؟ تمام، الدهب الصيني حلو، بس لو جبتيه هتقولي للزبون ده ولا يجي عليه برفن ولا يجي عليه شاور، ولا يعني ولا تاخدي بيه شاور ولا تستعملي فيه صابون ولا اي مواد كيماويه ولا اي حاجه، لان لونه هيغير. ما تسالينيش عليه لو لونه غير. بالنسبه للستانلس هاتيه من محل حلو واديهوله وقولوا له ده عن ثقه، لا لونها مش هيغير وهتفضل معاكم. بس كل ما هيحافظ عليه طبعا هيعيش اكتر، بس حتى لو محافظش هيعيش برضه. بس طبعا انت اي حاجه، انت حتى الذهب لونه بيغير، فلو انت ما حافظتيش عليه لونه هيغير. بالنسبه للالومنيا بقى ده الصراحه يعني بحسه ان هو البرنس، ان مهما عليه جه عليه مواد كيماويه بيرفين اي حاجه انا بحسه البرنس. بس هو عيب الالومنيا حاجه واحده، ان مفيش سلاسل رفيعه زي دي. يعني انا كنت اتمنى ان يبقى عندهم من الالومنيا سلاسل رفيعه زي دي وتكون ماسكه نفسها زي دي، لكن ارفع حاجه زي ما وريتها لكم كده. وطبعا انا وضحت لكم الفرق، عشان انا السؤال ده سألته كتير كتير والله اكتر من مرة، فانا قلت لا كده لازم انا اعمل لكم فيديو لحبايبي عشان اوضح لكم ايه الفرق بينهم، واللي حابب اي حاجة يقول لي، وانا برضك هرد على كل استفساراتهم. واتمنى ان الفيديو بتاعنا يكون عجبكم. ودلوقتي اقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.